السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللي اول مرة يشوفني اخوكم محمد، ودي قناتي قناة كريس كيك. اللي اول مرة يشوفني او يتابعني يشرفني اشتراكه في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا زي ما اتعودنا مع بعض احنا بنتكلم على الادوات والخامات. النهارده احنا جايين بخامة مهمة جدا، وحاجة ناس كده جدا سألتني عليها، وهي يا جماعة الشوكولاتة الخام الكراميلو. طبعا الكراميلو اللي هي دي يا جماعة اهي، دي بتاعت شركة سما. تمام اهي، كراميلو لبن سما اهي. تمام. طبعا في ناس كده جدا فاكراها ان دي كراميلو يعني بالكراميل. لا، انا احب بس اوضح لحضراتكم ان هي مش كراميل، هي دي شوكولاته بالحليب عاديه. بس الفرق بينها ان دي معموله نص طبيعي. نص طبيعي يعني ايه يا جماعه؟ زي ما احنا اتكلمنا كده في فيديو الشوكولاته قبل كده، ان احنا اتكلمنا على الحاجه اللي معموله بزبده الكاكاو الطبيعيه وبديل زبده الكاكاو. تمام. فطبعا هنا معموله بقى ايه؟ نص طبيعي. يعني ايه؟ يعني نصها بزبده كاكاو طبيعيه، ونص ايه؟ ببديل زبده الكاكاو. فهي خليط الاتنين على بعض. تمام كده. ونوضح اكتر يعني ايه خليط الاتنين على بعض. يعني مثلا نعملها، هنتكلم ايه بمثال كده خفيف وبسيط جدا عشان الكل يفهمه. زي مثلا ما نكون عاملين مثلا ايه، بيدي فور او بسكوت او كعك مثلا بزبده طبيعي او زبده فلاحي. تمام. وحبينا احنا مثلا عشان التكلفه فبنخلط ايه؟ نباتي مع طبيعي، فبيدينا ايه؟ تيست كويس، وفي نفس الوقت ايه؟ التكلفه بسيطه. فهنا بالظبط الشوكولاته دي بالظبط كده اهي، معموله نفس الكلام. بدل ما يعملوها طبيعي كامل وتبقى غاليه، لا، عملوا نص طبيعي فبتبقى في المتناول، وفي نفس الوقت برضو التيست بتاعها عالي جدا. انا عايز اقول لكم يا جماعه، والله فعلا الشوكولاته دي اللي ما جربهاش فعلا ما استخدمش شوكولاته خام، وما استخدمش شوكولاته باللبن بالحليب بالزيت زي ما بقول لكم اهو. دي عايز اقول لكم ناس كده جدا كانت بتطلبها مني، وبصراحه كنت موفر كل حاجه سما. دي كانت ناقصه عندي، فان شاء الله احنا وفرناها بكميه كبيره جدا. وطبعا كل عملائي عارفين ان احنا كل حاجه سما موجوده عندنا، الساده والحليب والدارك والبيضه. تمام. ان شاء الله دي كمان دخلت معاهم اهيت، اللي محتاجها يكلمني. وان شاء الله كميتها كبيره جدا عندنا ومتوفره وسعرها كويس جدا. ويا رب نكون قدمنا لكم فيديو استفدتم منه. طبعا بقى اللي عجبه الفيديو واستفاد منه ما يبخلش علينا بقى بالاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. ويا ريت يا جماعه ما تنسوش بقى الشير واللايك عشان الكل يستفيد والفايده تعم على الكل. هستمتع عليكم وتفرحني جدا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.